السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين واجمل اخواتي، يا رب تكونوا بخير. انسي كل وصفات الكبدة اللي كنت بتعمليها قبل كده، علشان النهاردة جبتلك كل اسرار كبدة العربيات من صاحب عربية الكبدة بذات نفسه، لان بفضل الله بعد الفيديو ده هتبقى استاذة في عميل الكبدة. مين فينا ما بيشمش ريحة الكبدة وهو ماشي في الشارع وبيسأل نفسه يا ترى ايه هو سر الكبدة؟ النهارده جبت لكم سر كبدة عربيات الشارع. هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان حاجة انت ضامنة جودتها وضامنة نظافة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا حابة افكركم انزلوا تحت الفيديو واعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل، عشان لما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار. وهنقول بسم الله وهنبدأ على طول في الوصفة. في طاسة كده حطيت 3 معالق كبار من الزيت، وحطيت عليهم حتتين كده من الدهنة صغيرين. ما عندكيش او مش حابه تحطيهم مفيش مشكله، بتقدري تستغني عن الخطوه دي وبتضيفي بدلهم معلقتين كبار من الزيت. اول ما بيسيحوا كده وينزلوا الدهون بتاعتهم بنشيلهم ونتخلص منهم خالص. النهارده محتاجين كميه زيت محترمه، لان الكبده بتاعتنا عايزين نقليها كده او نصدمها صدمه حلوه. نزلت عليهم كده بمعلقه كبيره من الثوم المفروم وبنقلبهم كويس، وفي المرحله دي بنهدي النار شويه علشان الثوم ما ياخدش لون بسرعه ويتحرق مني. واول ما بشم كده ريحه حلوه للثوم وبياخد معايا لون اصفر خفيف، ببدأ انزل عليه بالكبدة. والكبدة النهاردة ما غسلتهاش بمية ولا اي حاجة، علشان تتخلصوا من زفورة الكبدة بتغسلوها بليمون وخل. الكبدة مش بتتغسل بمية نهائيا، بنغسلها بليمون وخل ونحطها في مصفى تصفي كل العصارة بتاعتها. في خطوة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتقطعوا الكبدة. لو هتشتروها متقطعة خلوا الراجل يقطعها لكم كده لعصافيري او قطع صغيرة. انا بجيب الكبدة واقطعها، هنا بقطعها كده لقطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. والكبدة اللي استخدمتها النهاردة كبدة بلدي، لكن حطيتها في الفريزر عشان اعرف اقطعها لعصافيري صغيرة. ودي اول تركة من تركات عربيات الشارع، ان هما بيقطعوا الكبدة قطع صغيرة، لان القطع الصغيرة خالص دي هي دي اللي بتطلع ريحة الكبدة اللي بنشمها في عربيات الشارع. فبيقطعوا كده لقطع صغيرة علشان تتصدم وتطلع الريحة بتاعتها. واول ما بننزل بالكبده كده بنقلبها باستمرار علشان تاخد معايا اللون اللي انتوا شايفينه ده، وتتصدم كده من كل الجوانب وما تنزلش العصاره بتاعتها. علشان عايزه احافظ على العصاره بتاعتها عشان تكون طريه كده ومن قلبها ومش ناشفه وبتمط. والخطوه دي مهمه جدا علشان الكبده تطلع طريه كده ومش بتشد معانا، وتطلع طريه كده من قلبها مش ناشفه. والنار زي ما قلت لكم عليتها شويه صغيرين كده عن ما كنت انا شغاله، يعني بقت فوق المتوسط كده بحاجه بسيطه. الكبده بتاعتي كده تقريبا اتصدمت وما نزلتش العصاره بتاعتها. عايزه اوريكم بس تقطيعه الكبده، شايفين مقطعاها عصافيري صغيره كده او رفيعه زي ما انتوا شايفين، علشان التقطيعه دي زي ما قلت لكم بتفرق معانا في ريحه وطعم الكبده. والمعلومه دي انا واخداها من صاحب عربيه كبده نفسه. وفي الوقت ده اول ما بلاقي كده الكبده او تقريبا كده بتكون اتصدمت، بنزل عليها بالفلفل بتاعنا. انا استخدمت النهارده لكل نص كيلو كبده ربع كيلو من الفلفل المتقطع صغير، طبعا مشكل حامي على بارد. وملحوظة لازم تاخدوا بالكم منها، وده يعتبر تاني سر من اسرار الكبدة بتاعت النهاردة، ان الكبدة بتاعتنا بنخليها حوالي 3 4 دقايق كده على النار. كل مدة التسوية بتاعتها بتكون 3 4 دقايق. وده سر من اسرار عربيات الكبدة بتاعت الشارع، والسر ده انا واخداه من صاحب عربية الكبدة بنفسه. بيعملوا الكبدة نص سوا. ما شاء الله اللهم بارك، الريحة حلوة جدا جدا، كأني فاتحة عربية كبدة في الشقة. يعتبر من أسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها هي الكبدة، لكن مش عارفة ليه هي عقدة كده عند كل الناس. الكبدة طريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا. أهم حاجة تاخدي بالك من الملحوظات اللي قلتلك عليها، وهتطلع معاكي شوية كبدة أول مرة تاكليهم في حياتك. هنتبل الكبدة بتاعتنا بنص معلقة صغيرة من الملح، وكمان ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات، مش هنحط أكتر من كده توابل. هنقلبها تقلبتين 3. وزي ما قلنا مدة التسوية كلها بتكون حوالي 3 4 دقايق، يعني ما تطولوش الكبدة على النار علشان ما تقساش وتنشف معاكم. بنقلبها كده تقلبتين 3 وتقريبا كده الكبدة بتاعتنا خلصت. قبل ما بطفي عليها النار بنزل عليها كده بعصير ليمونة كبيرة وكمان معلقة كبيرة من الخل. في المرحلة دي أول ما بننزل بالليمون والخل بنطفي النار على طول. بديها تقلبتين كده علشان كل الكبدة تتقلب معايا في الليمون وكمان الخل، وبعد كده بطفي النار على طول. ما شاء الله اللهم بارك، الشكل وكمان الريحة بيتكلموا عن الوصفة، مش محتاجة غير شوية عيش وشوية مخلل. عايزة اوريكم قد ايه ان الكبدة بتاعتي طرية وبتتقطع معايا كده، شايفين؟ بتتقطع معايا كده بكل سهولة، مش ناشفة وبتشد معايا. لا دي طرية، لان احنا طبعا ما طولناهاش على النار، ما خلناش اخدت تسوية كتير، لان الكبدة بتتشال نص سوا.
قدموها بقى كده مع العيش الشامي او البكاكين او العيش الفينو، قدموها زي ما انتوا عايزين، وهسيب لكم لينك فيديوهات العيش الفينو والعيش الشامي والبكاكين في صندوق الوصف ان شاء الله اللي حابب يرجع لها. وبكده بنكون عملنا كبدة العربيات في البيت، حاجة ضامنة جودتها وكمان ضامنة نظافتها. وبكده بيكون خلص معانا فيديو اليوم، واستنوني كل يوم في وصفة جديدة من وصفات الحلو والحادق، واشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.